لو انتوا من عشاق جوز الهند يبقى الوصفة دي ليكوا، وحتى اللي مش بيحب جوز الهند زي حالاتي فالوصفة دي هتعجبكوا قوي. وصفتنا النهاردة هي الجوزية السودانية. طبعا الوصفة الأصلية ليها مقادير كتير زي القشطة والسميد وحاجات تانية كتير. أنا حبيت أعملها النهاردة بمقادير بسيطة وكمان خفيفة. يلا بينا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي. يلا بينا. عندي كوب ونص من الدقيق المنخول عليهم معلقتين كبار مليانين من حليب البودر المحمص. انا اديته كده تحميصة خفيفة. وهنزل معلقتين كبار من السكر نعمل حبيبات، يعني حوالي ربع كوباية من السكر، وكوب من جوز الهند، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. بعد ما قلبت كل المكونات الجافة نفس الكوباية اللي عايرت بيها هعاير نص كوب من الزبدة وعليهم معلقتين كبار من الزيت. انا مش عايزاها سخنة، انا بس خليتها دافية علشان اعرف ان انا اعايرها في الكوباية. وهقلب بقى واخلط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لحد لما كله اتشرب من الزبدة وبقى زي حبات الرمل. معايا نص كوب من الحليب الدافي، هنزله تدريجيا لحد لما القوام يظبط معايا. انا مش عايزه عجينه ناشفه قوي ولا طريه قوي، انا عايزه بس ان انا لما اجي اشكلها كور الاقيها مش بتتشقق وتبقى مظبوطه معايا وطريه بس مش طريه قوي. فهي خدت معايا نص كوب من الحليب، وطبعا بتختلف من دقيق عن التاني. انا بشتغل في الوصفه على طول، مش بنسيب العجينه ترتاح. هجيب بوله فيها جوز الهند وابتدي ان انا اشكلها كرات متساويه، واغطسها في الجوز الهند وارصها في الصينيه اللي هدخلها الفرن. اسهل من كده وصفه مفيش. تدخل بقى فرن حامي على الرف الشبكه اللي في النص 180 درجه، واهدي النار وهتابعها من وقت للتاني. بتاخد حوالي من 15 ل 20 دقيقه. بسيب بس مسافات ما بين الكرة والتانية علشان هي ممكن تنفش شوية صغيرين في الفرن. اول ما تبتدي تاخد لون من تحت، لون ذهبي حلو ومحمر، ببتدي ان انا اشغل الشوايه عشان تاخد لون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وعلى طول وهي سخنه ببتدي ان انا اسقيها بحليب المكثف المحلى. كوب من الحليب البودر وكوب من السكر، بس انا استخدمت سكر ناعم الحبيبات بحيث ان هو بيدي طعم وقوام اكتر وافضل من السكر البودر. وبعد كده نص كوب من الماء المغلي وقطع صغيرة من الزبدة، واضربهم كلهم بالهاند بلندر. وخففت شوية المية، يعني زودت معلقتين كبار من المية عشان يبقى سائل معايا اكتر واقدر ان انا اسقي بيه الكرات. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، مقرمشه من جوه وطريه كده من بره مع الحليب المكثف المحلى. لازم تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.